مندمجة واخدة راحتي خالص، ولقيته فجأة دخل الأوضة. وقتها كنت بغير هدوم واتخضيت وما كنتش مصدقة نفسي أول ما شفته. قلت له: يا خبر، انت ايه اللي دخلك هنا؟ قال لي: مالك اتخضيتي؟ قلت له: وانت مالك انت؟ انا بسألك سؤال، انت عايز ايه بالظبط؟ وايه اللي خلاك تيجي ورايا لحد هنا؟ قال لي: بصراحة كده شفتك وسمعتك. قلت له: شفت ايه وسمعت ايه يا مجنون انت؟ قال لي: شفت كل حاجة، شفتك وانتي بتقولي له قد ايه محتاجة له وسمعتك بودني كمان، وكنت بتعملي ايه وانتي بتكلميني. طب بذمتك حد يسيب الحقيقي ويبص للتقليد؟ قلت له: ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي انا كنت بكلمه ده جوزي. وبعدين انت مالك انت؟ قال لي: ما انا عارف انه جوزك، بس جوزك ده سايبك وعايش برا مصر وبتكلميه ويحصل اللي بيحصل ده بعد اني حايلة منك وانا بسمعك، وانا هنا اهو قدام عينيكي، لحم ودم، يتمنى بس اشارة منك. قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ مش بقولك اتجنن؟ انت عايز ايه بالظبط؟ مش مش تقولي انت عايز ايه وتجيب من الاخر، بدل ما عمال تقولي في الغاز انا مش فاهماها. قال لي: لا، انت فاهمة وعارفة كل حاجة كويس قوي، ومش انا اللي هقولك. مش بقولك انت فاهمة وعارفة كل حاجة كويس قوي؟ قلت له: ايوه يا سيدي، انا عارفة كل حاجة، ومش عارفة ايه اخرة اللي انت بتعمله ده. بطل جنان بقى، انا بجد مش عارفة اقولك ايه. قال لي: ولا تقوليلي ولا اقولك، المهم توافقي. انا على فكرة صورتك صور كتير قوي وانتي بتكلمي، ولو ما عملتيش اللي انا عايزه صدقيني كل الصور دي بكرة هتبقى في النت، وانتي عارفة بقى اللي هيحصل. قلت له: يا خبر، وتعمل كده في بنت عمتك برضو؟ انا انا برضو انا برضو تقول عليا كده؟ قال لي: بقولك ايه، انا مش فضيلك، وبعدين ماليش فيه. انت بنت عمتي لكن اللي انا شفته ده ما ينفعش يعدي كده يا حبيبتي. اسمعي كلامي، وانا عارف ان انت اما تجربي صدقيني انت بعد كده اللي هتطلبي. بصراحة كنتش عارفة اعمل ايه، ما انا ما كنتش قدامي غير الحل ده. ايوه، هو الحل ده اللي هينفع. وفجأة رحت قفلت الباب، واللي حصل محدش ابدا هيصدقه. هقول لكم كل حاجة وبالتفصيل من البداية للنهاية. أنا زي أي بنت اتقدم لي واحد شغال برا مصر. أي نعم، في الأول ما كانش فيه بينا حب ولا غيره، لكن بعد كده وبعد فترة الخطوبة والهدايا والورد والكلام الحلو حبيته قوي، وبقيت مش قادرة استغنى عنه، وبقى هو كل دنيتي. علشان كده حبيته قوي، وقررت ان هو ده اللي هو هكمل معاه حياتي. وبالرغم ان انا كنت داخله الموضوع ده قلت هتخطب شويه، وبعد كده هقول لأهلي اني مش عايزاه، مش مرتاحه يا ناس. لكن بعد فتره بصراحه كده حبيته، تمت الخطوبه على خير لحد ما جه ميعاد الجواز. نزل شهرين اجازه، وبصراحه كانوا اجمل شهرين في حياتي، وكان وعدني ان هو احتمال كبير قوي ياخدني معاه، وانا كنت عامله حسابي على كده، وقلت خلاص هعيش معاه برا مصر، وهعيش حياة الأميرات اللي بيلفوا الدنيا مع جوازه. لكن بعد الشهرين وخلاص كان قرب ميعاد سفره، لقيته بيقولي: مش هينفع يا حبيبتي، معلش، علشان خاطري المرة دي، وأوعدك سنتين 3 بالكتير وهتبقي عايشة هناك على طول معايا، مش مجرد بس انك تسافري كده اجازة وترجعي. قلت له: ليه بقى ان شاء الله مش هروح المرة دي؟ قال لي: يعني الكفيل بتاعي معرفش يحضر لي
سكن يعني ليا أنا وانتي عارفة إن أنا السكن بتاعي مع زمايلي، ولو أنا أجرت حاجة لوحدي هتبقى مكلفة جدا، ويعني اللي أنا مسافر علشانه هيضيع في الإيجارات. وافقت وسكت، ووعدني إن أنا كل يوم هتكلم أنا وهو فيديو كول، وساعتها نعمل كل اللي احنا عايزينه. وفعلا ده اللي كان بيحصل من ساعة ما سافر. لكن أنا حسيت بزعق، علشان كده قلتله أنا هروح أقعد عند أهلي، أنا مش هفضل هنا لوحدي. قال لي وماله يا حبيبتي، سافري روحي عند أهلك. أصل أنا كنت قاعدة في محافظة بعيدة شوية عن أهلي، وعلشان كده وافق إن أنا أروح أعيش معاهم، خصوصا إن أنا سبته يسافر لوحده. وفعلا رحت عند أهلي، وأنا أهلي يعني اخوات امي وابويا دايما بيجوا عندنا، والبيت مفتوح على طول للكل. وبصراحة كده ما كنتش عارفة ان يعني ابن خالي ممكن يعمل فيا كده، ولا اللي حصل ده كله ممكن يحصل. ده انا حتى ما كانش بيجي في بالي ان ممكن يحصل ربع اللي حصل ده. المهم ان انا رحت عند اهلي، وبقيت زي ما انا متعودة اكلم جوزي كل يوم، وكل يوم ابن خالي كان بيجي هو وأبوه وأمه، بحكم يعني إن البيت قريب من البيت كانوا بيجي نسهر مع بعض كلنا. وأنا كنت كل يوم أستأذن شوية أقوم أكلم جوزي، وبعدين أطلع أقعد معاهم. وبصراحة الموضوع ده طال قوي. أنا كنت بتكلم مع جوزي يوميا لمدة 5 شهور كاملين، وما كنتش عارفة إن أنا هفضل على الحال ده كتير. وأتاري كل يوم ابن خالي بيصورني صوت وصورة وأنا بتكلم مع جوزي. وما أقولكوش بقى على اللي كنت ببقى عاملاه، كان مفيش حاجة أبدا موجودة، كده كده زي ما أنا، زي ما أمي جابتني في الدنيا. ما هو جوزي بقى، وكنت واخدة راحتي زي ما بقولكوا. وفضل الحال على كده، وأنا ما كنتش عارفة إيه آخرتها. ولما لقيت ابن خالي اتصدمت. لكن بصراحة في الوقت ده أنا كنت عايزة يعني الاحتياج للموضوع، بصراحة قوي يعني وافقت. أيوة وافقت على كل اللي هو عايزه. وافقت وما كنتش عارفة إن أنا هيحصل لي كل ده. وبصراحة اللي حصل لي معاه بعد ما قفلت الباب خلى الموضوع يزيد، وأنا كنتش مصدقة إن أنا هكون مبسوطة كده. ده أنا كنت بطلب فعلا زي ما هو قال لي. ومن اليوم ده ما بقيتش أسأل في جوزي، كان مضايقه قوي إن أنا ما بقيتش أهتم بيه. حتى المكالمة دي فين وفين اما بقيت بكلمها له واتكلم عادي جدا ما عملش اي حاجة. ولقيته بيفاجئني وبيقول لي انه هينزل اجازة، والاجازة دي هيرجع بيا، لانه خلاص وضب اموره على كده. وانا ما بقيتش عارفة اعمل ايه. انا ما بقاش ينفع خالص ابعد عن ابن خالي. وعشان كده جيت لكم وحكيت لكم قصتي، وانتوا بقى اللي تفيدوني. عارفة طبعا ان في ناس كتير هتغلطني وتقولي ازاي عملتش كده، لكن انا سايبة الحكم ليكم، وانتوا اللي هتقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي. وانا طبعا زي ما انا هستنى كل التعليقات بتاعتكم واقراها كويس.